اللي في الصورة قدامك دي البون العظام، وكمان النيرف الأعصاب، والمصل العضلات، والدي ان ايه. كل دول بيحتاجوا عنصر مهم جدا عشان يحصل لهم جروث وكمان يقوموا بالفانكشن بتاعتهم، وهو عنصر الفوسفورس. هو ده اللي هنتكلم فيه مع بعض النهارده. عنصر الفوسفورس ليه أكتر من اسم: فوسفات PO4، وهنعرف ليه اتسمى بالاسم ده، كمان BO، وكمان inorganic فوسفات. ركز معايا، ده مهم جدا في الأسيد بيز بالانس. طب بص، لازم تكون عارف إن الفوسفورس دايما بنطلبه كتحليل مع الكالسيوم. ليه؟ قالك لأن الاتنين بيشتغلوا مع بعض. اتقل عليا هتعرف كمان شوية. جوه الجسم هيحصل ارتباط بين الاكسجين والفوسفورس وينتج عنه البي او 4. خلي بالك ان الفوسفورس ده يعتبر واحد من اهم مصادر الطاقة في جسم الانسان، وزي ما قلنا بيساعد على نمو العظام، ومهم للاعصاب والعضلات، وكمان مهم للحمض النووي. طب ركز معايا اكتر. بيتم دمج 85% من الفوسفورس مع الكالسيوم، وبيدخل في تكوين العظم والأسنان، وحوالي 15% في تكوين السوفت تيشو. موجود في البلازما بنسبة قليلة حوالي 1%. حلقة النهاردة هنشرح فيها الفوسفورس بالتفصيل الممل، فركز معايا وكشكولك وقلمك، ويلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. معاكم كابتن أناليسيس. الفوسفورس ليه مصادر كتيرة جدا، سواء مصادر حيوانية أو مصادر نباتية زي ما انت شايف قدامك بالظبط. بس هقولك معلومة مهمة جدا، إن بيتم امتصاص الفوسفات الموجود في الأطعمة الحيوانية بسهولة أكبر من اللي موجود في الأطعمة النباتية. لازم تعرف إن الجسم بيحافظ على مستويات الفوسفات في الدم عن طريق تنظيم مقدار امتصاصه من الأمعاء ومقدار إفرازه من الكدني. حلو الكلام؟ ركز معايا أكتر. انخفاض نسبة الفوسفورس في الدم بتسمى هايبوفوسفاتيميا، ودي بنشوفها في حالات كتيرة جدا زي ما ظاهر قدامك. أما ارتفاع نسبة الفوسفورس في الدم بتسمى هايبرفوسفاتيميا، وده هنشوفه في كل الحالات اللي موجودة قدامك دي. تعال أقول لك معلومة مهمة جدا، إيه هي؟ بص يا سيدي، ارتفاع نسبة الفوسفورس اللي هي الهايبرفوسفاتيميا هتسبب دامج أورجان. إيه الكلام ده بقى؟ قالك بص، أصل الفوسفورس دوت لما بيترسب في أي عضو هيسبب تلف للعضو اللي اترسب فيه. كمان لازم تكون عارف نقطة مهمة جدا، إن نسبة الفوسفورس في الأطفال بتكون أكبر من كبار السن. طب ليه؟ قالك لأن الطفل ده لسه صغير، محتاج النمو للعظام بتاعه يكون بشكل كبير، وعشان كده لازم يكون عنده فوسفورس نسبته كبيرة تساعد على نمو العظام. طب لو حصل وانخفض نسبة الفوسفورس عند الطفل، قالك هيحصل انهبت للبون جوز، يعني هيحصل تثبيط لنمو العظام. جميل. اوبا، انا نسيت اقول لك معلومه مهمه جدا. انت نسيت تشترك في القناه بتاعتنا، فبعد اذنك اعمل سبسكرايب على القناة، وكمان فعل زر الجرس، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو. يلا نكمل مع بعض شرح حلقتنا. الجزء التاني من حلقتنا هنتكلم فيه عن البراكتيكال، او ازاي تشتغل الفوسفورس عملي جوه المعمل. ركز معايا. علبة المحاليل هتلاقي فيها رياجنت وستاندر. حلو، جميل جدا. طيب السامبل او السبيسمن العينة بتاعتي، قالك سيرم. طيب ويفضل ان المريض يكون فاستنج صايم، او ممكن تستخدم بلازما، بس خلي بالك البلازما تكون مسحوبة على هيبرين. طب ركز معايا في المعلومة دي، ممنوع منعا باتا تستخدم بلازما من صوديوم فلورايد او اديتا او ستريت، لان ده هيقلل نسبة الفوسفورس. كمان ممكن العينة بتاعتي تكون يورين، تجميع بول 24 ساعة، ويكون محطوط على حمض ال HCl.
لما تشتغل عينة البول هتعمل تخفيف 1 ل9 باستخدام distilled water، وتشتغل التحليل والنتيجة اللي تطلع تضربها في 10. لازم تكون عارف كمان ان انت جهاز الكيمياء بتاعك الويف لينث هتكون 340، والاسي تايب طريقة الشغل هتكون ان بوينت، والتمبريتشر اللي هتشتغل عليها من 15 ل 25 او ممكن تشتغل على 37. كمان لازم تكون عارف الاستابيليتي بتاعت العينة زي ما موجود قدامك. حلو الكلام جدا. ظبطت العينة بتاعتك، سحبتها وعملت لها سنترفيوج وفصلت السيوم، بعد كده شغلت جهاز الكيمياء عندك وسبته ياخد درجة الحرارة، طلعت المحاليل من التلاجة وسبتها تاخد درجة حرارة الغرفة. يلا بينا نشوف الميثود أو طريقة الشغل. هتجيب 3 أنابيب بلانك وستاندر وسامبل، وهتجيب علبة الرياجنت عندك وتحط في البلانك 1 مللي من الرياجنت، وفي الستاندر 1 مللي من الرياجنت، وفي السامبل 1 مللي من الرياجنت. هتيجي على انبوبة البلانك وتحط 10 مايكرون من الديستلد ووتر، وهتيجي على انبوبة الستاندر وتحط 10 مايكرون من الستاندر، وهتيجي على انبوبة السامبل وتحط 10 مايكرون من السيروم. بعد كده تعمل ميكس كويس جدا، وبعد ما تعمل ميكس هتعمل انكيوبيشن، يا اما 5 دقائق في 37 درجة، يا اما 10 دقائق في 15 ل 25 درجة، وبعد كده تقيس على جهاز الكيمياء وتطلع النتيجة. قبل ما نكمل مع بعض شرح لازم تكون عارف معلومة مهمة جدا، إن طريقة الشغل بتختلف من شركة للتانية. فبعد إذن حضرتك طلع البامفلت بتاعة التحليل واقراها بالتفصيل وطبق اللي مكتوب فيها. ولو لقيتها مختلفة عن اللي احنا شرحناه ده طبيعي جدا، لأن كل شركة ليها طريقة شغل. احنا في الفيديو بنعرفك ازاي تشتغل وازاي تطبق ده في معملك. بص بقى يا سيدي، آخر حاجة معانا في الفيديو النسبة الطبيعية بتختلف من الأدلت عن التشايلد زي ما انت شايف في الصورة قدامك. في نقطتين لازم تكون واخد بالك منهم. في حاجة اسمها اللينياريتي. لو لقيت نتيجة التحليل عندك أعلى من 20 بعد إذنك اعمل تخفيف 1 ل4. هتجيب أنبوبة وتحط فيها 400 مايكرون من النورمال سلاين، وتضيف عليهم 100 مايكرون من السيروم، وتعمل ميكس كويس جدا، وتعيد التحليل مرة تانية من أنبوبة التخفيف. والنتيجة اللي تطلع عندك بعد إذن حضرتك اضربها في 5، ده الفاكتور دايليوشن. طب في كمان نقطة لازم تكون عارفها. لو انت بتشتغل الفوسفورس في البول احنا قلنا هتخفف بنسبة 1 ل9، فبعد إذن حضرتك ما تنساش تضرب النتيجة اللي هتطلع معاك على الجهاز في 10. لو انت شايف ان احنا بنتعب في الفيديوهات وبنقدم ليك محتوى كويس، بعد اذن حضرتك اشترك في القناة واعمل لايك على الفيديو. هستنى تعليقاتكم تحت الفيديو ونتناقش مع بعض في حلقة النهاردة، واتمنى الحلقة تكون مفيدة. ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم كابتن اناليسيس.